طعمه خطير. شايفين؟ سامعين صوت القرمشه؟ طعمه خطير وبيدوب في الشاي. دلوقتي يلا نبدا في الوصفه على طول. مساء الخير عليكم، يا رب تكونوا بالف خير. النهارده هعمل معاكم كوكيز خطيره، كوكيز باليانسون. مش عايزه اقول لكم طعمها وريحتها خطير جدا. في البدايه بقى هنجيب بوله فاضيه عشان نبدا على طول في الوصفه بتاعت النهارده. هنجيب 3/4 كوبايه سكر، وهنجيب بيضتين بدرجه حراره الغرفه، وبعد كده هنجيب حبه فانيليا حلوين. ممكن نحط فانيليا باودر مفيش مشكله. بعد كده هنبدا نقلبهم بالشكل ده، وهنقلبهم لمده دقيقه. مش عايزه اقول لكم الكوكيز اليانسون ده فظيع. وهنضربه كويس جدا لغايه لما السكر يدوب خالص، والبيض كمان يدينا لون فاتح. ممكن نستخدم مضرب الكهرباء، هو الموضوع مش مستاهل، بس هو هياخد بس حوالي دقيقه دقيقتين بس لغايه لما السكر يدوب. شايفين معايا القوام تقيل، وكمان اللون دقيق فاتح خالص. القوام ممتاز، وكمان اللون البيض نفسه فتح. شايفين معايا فتح خالص. وهنحط دلوقتي 3/4 كوبايه سمنه على زيت. ممكن تستخدموها كلها زيت وممكن تستخدموها كلها سمنه، فبراحتكم خالص. وانا مستخدماها بدرجه حراره الغرفه، يعني تكون سايحه مش متجمده. نحط السمنه بتاعتنا، نضربها كويس جدا. وبعد كده هنحطه معلقتين كبار زبادي. الزبادي بقى بيديها طراوه حلوه قوي. وهنحط هنا ينسون. ده اليانسون الباكت العادي، انا خدت باكت ويعني ايه هاخده كده على ايدي. نفركه كويس جدا او نطحنه على حسب ما انتوا عايزين. وممكن تحطوا باكتين مش باكت واحد، انا استخدمت باكت واحد، انتوا تقدروا تستخدموا لغايه باكتين. ريحه اليانسون حلوه قوي. هقلب كويس لغايه لما المكونات تختلط مع بعض كويس. كده احنا عملنا المكونات السائله. دلوقتي بقى هنجيب 3 كوبايات دقيق. انا مش هستخدمهم كلهم، انا هحط حوالي كوبايتين اهو، وهسيب حوالي يعني كوبايه كده مثلا او حاجه. واحط معلقتين كبار بيكنج باودر. وطبعا كل المكونات هسيبها لكم تحت في صندوق الوصف او في تحت الفيديو. معلقتين كبار لبن باودر. رشه ملح. ونبدا بقى ايه نقلب المكونات دي كويس جدا. بصوا يا جماعه، البسكوت ده مش بيبقى بسكوت ناشف، لا. وطالما انا حطيت الدقيق انا مش ببالغ خالص في التقليب. اي كوكيز او اي بسكوت معانا يا دوبك بنخلط المكونات مش اكتر. بصوا السكري محتاج دقيق. ريحه اليانسون حلوه قوي، وممكن على فكره نزود يانسون اكتر من كده. بصوا لسه محتاج دقيق، هنزود. نسيب حوالي نص كوبايه. مش بنبالغ خالص واحنا بنعمل الكوكيز بتاعنا او البسكوت بتاع اليانسون في التقليب. مجرد ما بنحط الدقيق، لا احنا يا دوبك بس بنخلط المكونات مع بعض مش اكتر.
ونعرف بقى احنا محتاجين دقيق ولا مش محتاجين دقيق من ايه. بنجيب ايدينا نضيفه ونعمل كده. لسه بيتلزق سنه فهو محتاج حبه دقيق. الكوكيز ده مش بيبقى ناشف، فعشان كده هنحط كمان كده. انا سبت حوالي ربع كوبايه من الدقيق. كوكيز سهل جدا وطعمه خطير جدا. وطبعا احنا الجو برد دلوقتي، عايزين نعمل حاجه سريعه جدا ما تاخدش مننا وقت طويل وكمان تبقى طعمها حلو. بصوا القوام ده كده انا غالبا مش محتاجه. بصوا هاخد قطعه كده بايديا. بصوا مش بتلزق، بس يعني ايه طريه زياده شويه، فانا ايه هحط لها سنه دقيق كمان، سنه صغيره. يعني ايه سبت من ال3 كوبايات حوالي معلقتين دقيق كبار. احنا مش بنعجن، احنا يا دوبك بنقلب. بصوا كده بالنسبه لي القوام ممتاز جدا. بصوا هو مش تقيل ومش خفيف لدرجه التلزيق. بصوا هاخد قوام كده. بص اهي ده القوام المظبوط. هي متماسكه وطريه ومش بتلزق في ايدي، فهي كده القوام بتاعها ممتاز جدا. انا كده مش هقلب تاني. بس انا يا دوبك بس ايه هساوي العجينه. بس هي كده ايه العجينه ممتازه. وانا بقيت من ال3 كوبايات دقيق يعني حوالي معلقتين ونص دقيق، مش اكتر من كده. وانا هجيب معايا القطعات دي المربعه مدوره كوبايه، يعني براحتكم خالص. طبعا هجيب صينيه عندي مش مدهونه ولا اي حاجه، هركنها على جنب. وبعد كده هناخد جزء من الكوكيز اهو. بصوا شايفين العجينه حلوه ازاي. وطبعا احنا ماسحين الرخامه والرخامه نضيفه ما فيهاش اي حاجه. وبعد كده هنبدا نفردها بالشكل ده. بصوا احنا مش كده اي حاجه بقى نبدا نفردها. بعد كده هنجيب القطعات الحلوه دي ونقطعها. ممكن نقطع بكميه كبيره شويه، بس ونشيل الزوايد. بصوا بنشيل كل الزوايد اهي. بنجيب بقى ايه اي حاجه بنشيلها بيها بالشكل ده. بصوا السمك اهو مش كبير قوي مش رفيع قوي. بصوا سمكها حلو قوي. وبنجيب صينيه بقى مش مدهونه، يعني انا ما بتفرقش معايا تبقى مدهونه لان هي كده كده فيها كل حاجه. بصوا انتوا بقى عايزين تخلوها. بصوا شكلها حلو قوي.
بصوا شكلها حلو قوي اهو. بص طالعه معايا بمنتهى السهوله. وهنحطها في الصينيه بتاعتنا بالشكل ده. نركنهم على جنب ونعمل حبه تاني بنفس الطريقه. ريحه اليانسون حلوه قوي. نبدا بقى نفردها. عشان خاطر بصوا ممكن يتشقق في النص، فاحنا ايه بنضغط عليها بايدينا. بصوا بالشكل ده نضغط عليها ايه بايدينا بالشكل ده. بعد كده برضو هبدأ اقطعها بالشكل. ولو مش عايزين نعملها مربعات مفيش مشكلة، نقدر نعملها مدورة مفيش مشكلة، يعني اعملوها بالشكل والتقطيعة اللي انتوا تحبوها. هنشيل بقى الزيادات دي بايدينا كده اهو. هنحطها بالشكل ده. هنحط في الصينية تاني اهو. بصوا شكلها حلو ازاي. بصوا بنشيل الزيادات دي وبنرجع نعملها تاني مفيش مشكلة، وننقل كل الحاجات في الصينية. وده شكلها بعد ما شكلت اول مجموعة. لسه هعمل تاني واكمل، بس عايزة احط دول في الفرن. فهنجيب بقى سمسم محمص وهنحطه من فوق بالشكل ده. وبعد كده هنروح ندخله الفرن على درجة حرارة 170 لمدة 15 ل 20 دقيقة. وطبعا ده بيبقى على حسب الحجم الكوكيز اللي انتوا عاملينه، سواء كوكيز كبيرة او صغيرة. فهي من 15 ل 20 دقيقة على درجة حرارة 170 180 بكتير. بصوا شكلها حلو قوي. اديها ضغطة بس كده عليها عشان اتأكد بس ان ايه السمسم لزق. ضغطة خفيفة خالص، مش هغير في شكلها ولا حاجة، بس اتأكد ان السمسم لزق فيها. دلوقتي هروح ادخلهم الفرن على درجة حرارة 170 لمدة 15 ل 20 دقيقة، طبعا على حسب حجم الكوكيز. وبعد كده هرجع لكم بعد ما تستوي.
وده شكل البسكوت بتاعنا بعد ما خرج من الفرن وسيبته بارد خالص. بصوا اللون بتاعه حلو قد ايه، شكله جميل جدا. وطبعا مش عايزه اقول لكم هو بيدوب ازاي في الشاي، يعني دوت هيبقى فطار وعشاء ممتاز جدا. طبعا الجو برد اليومين دول، فهندفي نفسنا ونعمل كوكيز حلوه كده نقعد ناكلها مع اولادنا بالشاي، بجد خطيره جدا وحلوه جدا. وطبعا مش عايزه افكركم لو انتوا بتتابعوني على صفحتي على الفيسبوك ما تنسوش تعملوا لايك للصفحه، وكمان ما تنسوش تكتبوا كومنت وشير، ولو عندكم اي سؤال اكتبوه لي. وطبعا لو بتتابعوني على اليوتيوب ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه